صعدنا ورحنا مسعين ملكيه الارض ايه لحد البحر. كان البحر هناك، البحر كان هناك. البحر كان هنا الاول، كان الارض زراعيه كلها ارض. فرحنا نزعنا ملكيه الارض اللي هناك، اللي هي احنا فيها حاليا دلوقتي. ده ملعب علي مبارك، لسه النادي بقى. عاوزين نبني نادي بقى، نبني مبنى. رحنا بتاع الطوب الحاج خالد. رحنا له ادانا 10,000 بره طوب. وهنا ايه نجم. في الايام دي بقى كان تعيين العمد، واللي بعين العمد باش ماسك المرج، باش كاتب المرج، باش احمد صابر. احمد صابر. فالعمد جايه بقى كل بلد قريه جايب 3 4 عمد عشان ينتخبوا. فبقى دفع كل عمده مرشح 100 جنيه. تمام. للنادي. بنى دار اولاني واستمر هناك. وأقيمت المسابقة بقى في الدوري. دخلنا بقى في الدوري معنا تمام. دخلتوا درجة ثالثة على طول؟ درجة ثالثة لسه. أنت وقتها كنت بقى مدرب ولا لاعب؟ كنت بلعب. كنت بتلعب. كنت بلعب. مع الجيل اللي أنت ذكرته الوقت. كنت رئيس الفريق. كنت رئيس كابتن الفريق. ومين كان الرئيس بقى في الوقت ده؟ حسن فؤاد؟ رئيس مجلس المدينة. رئيس النادي بقى. تمام. كلنا اعضاء برضه. كنت عامل مصباح، كنتوا بتاخدوا فلوس ولا كنتوا بتاخدوا ايه؟ ما فيش ابدا. كانوا بيدفعوا فلوس. نصرف من جيوبنا. كل واحد في الشهر يدفع جنيه. كل واحد في الشهر يدفع جنيه. الجنيه ده فلوس. انا عارف. يعني كل واحد من الناس اللي هي اللي حابه النادي وبيلعبوا في النادي. مشجعين. كل واحد المشجعين بيجوا يدفعوا اي حاجه. الوحيد. لكن اللعيبه ما كانتش بتدفع. لا. ولا بتاخد فلوس. ولا بتلعب ولا بتاخد فلوس. بتلعب ولا بياخد. واللبس بتاعكم والحاجات اللي كانت بتيجي مننا يا ابو الصقار. وصلنا في الشهر 200 جنيه. اتحاد المنصورة كانت بتديكم في الشهر 200 جنيه؟ 200 جنيه. كل شهر ناخدهم نصرف. كان ايام المطريه والمنجله والشركين دول نروح نلعب معاهم بقى دوري بقى. هم يلعبوا ماتش واحنا نلعب ماتش بنصرف فيه. طيب انتوا في السنه دي اول سنه للتنس في الدوري في نهايته كنتوا في المركز الثاني. لسه في الاولاني. يعني لسه لا يعني كنتوا ثاني سنه. طلعنا المركز الثاني. وبدأنا بقى. يعني كنتوا ثاني سنة كنتوا في المركز الأول. طيب أول سنة كانوا في المركز الثاني. المركز الثاني المطرية. كنتوا الأول؟ أنا الأول وهم الثاني. الأول بتلمس والمطرية الثاني. والمطرية الثاني. كله بقى ورانا. طبعا ما كانش لا مكافآت فوز ولا أي حاجة. لا ما في. يا دوبك الماتش يجي بنصرف على الماتش جنيه 2 جنيه. الكابوله بتاعت الضيوف وبتاع. بالذات الكوره. ربنا يديك الصحة يا عم. طيب قعدت تلعب بقى فترة، يعني تقريبا كده كام سنة يا عم عثمان؟ تقريبا قعدت تلعب كام سنة؟ أكثر من 30 سنة. 30 سنة. وطيب بعد يعني مين اللي تذكره اللي كانوا كتير؟ الحراس المرمى الجوان. لا الحارس المرمى اللي جوه الجول مين اللي كان على ايام ما انت كنت بتلعب يا حاج. يعني عمو الخضر المميز اللي كان لعيب. ما كانش حارس مرمى. لا ده لعيب. امال مين اللي كان جوه الجول؟ اللي كان
مسجون يا سيدي رشاد بدر. رشاد بدر. استاذ رشاد بدر كان مدرب. وجات اجيال بقى بعد كتير بقى. لا مدرس. كان مدرس عم المصباح الاستاذ رشاد. كان مدرس. طيب بس كان حلو يعني حلو. بعد ما دربت على المصباح تفتكر مين من الاجيال الكويسه اللي تفتكرها قوي ودربتها؟ عبد السلام. كان نايم وكان ظاهر قوي، حتى بنها اشتريته مننا. محمد عبد السلام. وقعد هناك لسه لحد وقتنا هذا. اتجوز من هناك وما عادش جاي. اخو عبد الله عبد السلام المدرب. اخو الاستاذ عبد الله عبد السلام. اخو الاستاذ عبد الله. قعد في بنها خلاص. ده كان لعيب كويس جدا وما عادش جاي. كان بيلعب فيرويد. كان راس فلوس وراس حربه وبيلعب عظم. مين تاني تفتكرهم انت دربتهم على المصباح؟ يعني اللي يجي على الذاكره يعني مجاهد على حاج ابراهيم دربته. انا قاعد دلوقتي لما كلمت مدين وقال لي ان انت كلمته، هو بنى عبيد بيتصرف في فلوس. مين؟ حد تاني تفتكره؟ انت فين الوقت يا عم؟ من كتير قوي. طب تعالى لي بس على الكافتيريا. طب تعالى لي بس على الكافتيريا يا عم يلا. بقينا نجيب